طبعا ناس كثيرة وناس كثيرة طبعا مستهمية بالسؤال دوا وبتسألني على طول عليه. طبعا انا حبيت اختصر كل السؤالات في فيديو واحد بس. تمام. تو دلوقتي احنا اللي حضراتكم شايفينه ده قمح. موضوعنا النهاردة عن القمح وهرد على جميع حضراتكم. دلوقتي انا واحد بيسألني ويقول لي ابدأ اسوم القمح ميتة وامنع عنه النمو. يعني مثلا انا ابدأ اني اسقيه ميتة واصومه واجف الارض امتى؟ طبعا انت يا صديقي على حسب الارض بتاعتك. طبعا الارض طينة مثلا بحوالي شهر تبدأ تجف الارض. لو انت ارضك طينة بتبدأ تجف الارض قبلها بشهر. لو انت ارضك صحراء رمل بتبدأ تصوم قبلها باسبوع، تجف الارض قبلها باسبوع. لو انت مش مستهم بده كله هتبدأ تشوف انت القمح معاك عامل ازاي. طبعا دي احسن طريقة علشان محدش يجي يقول لي طب انا ارض طينة طب انا ارض مش طينة. هتبدأ انك تمسك السبلة باللي حضراتكم شايفينه ده. انت تمسك السبلة وهتفتحها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وهتبدأ تشوف انت القمحاية جوه عاملة ازاي. لقيتها دوست عليها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ولقيتها بس لسه مية معاك، يبقى لا، احسن حاجة ان انت لسه ما تجففش دلوقتي. رويها رويتين تاني او ثلاثة وبعد كده ابدأ جف الارض. طيب لو لقيتها زي اللي انا شايفها دي، طبعا دي بص حضراتكم شايفينه دوست عليها وبرضو ما اتفتحتش. طبعا ده خلاص انا جفيت الارض بتاعتي، جفيت الارض بتاعتي من النمو التخدير. طبعا دلوقتي كله هيبدأ ينشف معانا وبعد كده هبدأ اني احصد والم المحصول بتاعي اللي انا تعبان فيه اديلي فوق ل4 شهور. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتشير الفيديو عشان اصحابك اللي لسه ما سمعوش الفيديو ده يسمعوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحلى مسا عليه على كل المزارعين.